خالد، ممكن تقدم لنا نفسك؟ أنا اسمي خالد ياسر، مدرب بشتغل من 10 سنين. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ خالد، قدم لنا نفسك. أحكي لك إيه بس ولا إيه يعني؟ أنا بشتغل من حوالي 15 سنة. كانت القصة بقى بدأت لما كان في شركة كده جات لنا الجامعة. 2000 years later. بس بقى يا سيدي، هي دي القصة كلها لحد ما جيت لكم هنا. محمد، محمد، أنت نمت؟ مين فينا ما اتحطش قبل كده في موقف كان محتاج فيه ان هو يقدم نفسه، سواء بقى المستثمر او العميل او لحد من قرايبه، او حتى ان هو بيعرف نفسه لحمال مستقبلي وهو بيتقدم لواحده وهكذا. المشكله هنا بتحصل في سيناريو من اتنين: يا اما السيناريو بتاع خالد الاولاني اللي هو بيقول مقدمه بسيطه جدا جدا ومختصره جدا عن نفسه، ممكن ما تعرفش نفسه بشكل كافي او ممكن ما تعرفش الناس عليه بشكل كافي، او السيناريو التاني بتاع بقى خالد التاني الرغاي اللي بيحكي الحكايه كلها بقى من اول حكايه الدرفيل لحد دلوقتي. والحقيقه ان الطريقتين دول فيهم مشكله كبيره، لانك يا اما بتختزل نفسك او بتختزل خبراتك في كلام صغير مقتضب جدا، يا اما بتبتدي تقول معلومات عن نفسك ازيد من اللي محتاجها اللي قدامك، فيحس ان هو زهقان او ملان او حتى مش فاكر حاجه من اللي انت قلتها. فالسؤال هنا بقى: ازاي تقدم نفسك بطريقه فعاله والناس تفتكرها حتى لو معاك 30 ثانيه بس؟ عندنا معادله كده او فورميولا مكونه من 3 اجزاء، او خلينا نقول 3 طوبات بتبنيهم فوق بعض. الطوبه الاولى بنسميها طوبه من أنت، ودي اللي غالبا كلنا بنعرف نقولها، يعني مثلا اسمي كذا من المدينة الفلانية، بشتغل كذا. دي الحاجات اللي في العادي ان احنا بنقولها. الطوبة التانية بقى اللي احنا بنغفلها هي ماذا تفعل. وماذا تفعل هنا واحدة من أكبر المشاكل اللي بنقع فيها كلنا بلا استثناء، هي إننا بنختزل نفسنا في الشغلانة، في التايتل، في العنوان الوظيفي أو المسمى الوظيفي بتاعنا بس. فأنا مثلا خالد مدرب بس، يعني أنا مفيش في حياتي أي حاجة تانية تتعمل. انا ماليش ادوار تانية في حياتي مهمة جدا ممكن اكون محتاج ان انا اعرفها للناس، زي مثلا ان انا اب او ان انا زوج او ان انا ابن وهكذا. وكانت من المفارقات، عشان لو حد يعني بيقول هو انا ازاي هقدم نفسي على اني اب، حد مثلا زي باراك اوباما اللي هو كان رئيس الولايات المتحدة السابق، لو دخلت على اللينكد ان بتاعه في وقت من الاوقات كان كاتب في البايو كده المختصرة اول تعريف ليه كان ايه؟ مش رئيس الولايات المتحدة، مش ان هو حصل على ماجستير كذا، مش ان هو معاه الشهادات الفلانية. اول حاجة فادر، ان هو اب. هو حابب يعرف نفسه في البداية على ان هو اب. طيب هل ده معناه ان انت طول الوقت تعرف نفسك بالدور الاجتماعي بتاعك؟ لا، بس اللي احنا عايزين نلفت النظر ليه هنا ان مهم قوي ان انت تعرف الناس اللي انت بتقدم نفسك ليهم على جوهرك اللي مش مختزل بس في الشغلانة. انت عندك حاجات كتير جدا بتعملها حتى لو انت ما بتشتغلش. فمثلا انت طالب، انت بتذاكر، انت بتحضر ماجستير، انت بتلعب رياضة معينة، انت بتمارسي هواية معينة، بترسمي، عندك فن او عندك مهارة بتعمليها، بتتطوع او بتتطوعي في مكان مثلا فانت بتساعد الناس وهكذا. فهنا بتعرف او بتعرفي نفسك بماذا تعمل عموما، وطبعا من غير اسهاب كتير جدا برضو، ولا انك تحكي تاريخ حياتك ولا قصة حياتك. عرفنا اكتر حاجات انت حابب الناس تفتكرك بيها، حابب الناس تعرفك بيها. تالت طوبة بقى بعد ما عرفت نفسك وبعد ما قلت انت بتعمل ايه في دنيتك، تالت طوبة هو انت ليه مختلف؟ يعني ايه اللي يخليني افتكرك؟ فهنا حاول تحط في القصة بتاعتك او في طريقة تعريفك لنفسك حاجة مميزة قوي في حياتك انت عارف ان هي هتلفت الانتباه، حقيقة محدش يعرفها عنك او مش شائعة عنك بس هفتكرك قوي بيها. فمثلا ممكن تلاقي حد قاعد في سياق معين وهو بيتكلم بيقولك مثلا انا بحب الكورة جدا جدا، حاجة تبدو عادية في الامور العادية او في الوضع العادي، بس وهو قاعد في سياق شغل مثلا دي حاجة ممكن يقولها تساعده جدا في التقديم. حد تاني ممكن مثلا هو قاعد بيقول والله انا اتعلمت مثلا 5 لغات خلال ال10 سنين الاخيرة، فمعلومة واو ايه ده حلو قوي، ده انت عملت ده ازاي؟ فبقى عند اللي قدامك فضول انه يتعرف عليك اكتر فمش هينساك بسهولة. بعد ما تبني ال3 طوبات بتوعك مهم قوي بقى انك تحط كل الكلام ده في سياق ستوري او قصة، كأنك مش بتقدم لي نفسك اللي هو ايه، بتطلع بطاقة كده اللي هو انا خالد من طنطا بشتغل مدرب، لا. فمثلا انا الشخص اللي بيصحى كل يوم عنده هدف ان هو يخلي الطلاب بتوعه
بني ادمين احسن. تخيل لو انت قلت الجمله دي كده قصاد انك تقول انا مدرس او انا مدرب، انهي فيهم هرتبط عاطفيا بيها اكتر او هفتكرها اكتر؟ واخيرا بنقول خلي عندك نسخه عامه من التقديمه، يعني اعمل لنفسك كده تقديمه ثابته ما تاخدش اكتر من 30 ثانيه، وجربها مع نفسك كتير وخليها هي دي الاساسيه. وفي نفس الوقت لو قدرت تكتب كده فيرجن مختلف او نسخه مختلفه بتعرف بيها نفسك حسب الاهتمام او حسب البيرسونا او العميل اللي انت بتقدم له نفسك او حسب الجمهور اللي بيسمعك. ولو مش عارف يعني ايه بيرسونا، راجع حلقه البيرسونا وهتلاقيها في اللينك ده. اخيرا طريقه تقديمك لنفسك واحده من اهم المهارات اللي لازم تكون عندك، سواء كنت فريلانسر، كنت ستارت اب او صاحب شركه، او حتى موظف بيقدم على شغلانه في شركه او بيقدم نفسه للاتش ار. فمهم جدا جدا تجيد تقديم نفسك في وقت معقول وتبين قد ايه انت مختلف.